ايه رأيكم في الجمال ده؟ لما يكون في شيف في البيت وابنك يقولك اصحابي يا ماما واحنا انا واصحابي برجر من بره. طب ما احنا بحبتين بس من البطاطس عملنا كل الكمية دي بأحلى 100 مرة من بره. آه، ابدعي انتي واعملي وخلي غيري فكر اولادك ان هم ياكلوا من الشارع. انتي اكلك احلى 100 مرة من بره. حتى اصدقائه لما بيدوقوا الاكل بيقولوا بجد احلى 100 مرة من بره. فغيري فكرة ان احنا ناكل بره. البرجر بتاعه جدا افضل واحلى. وكمان انت عارفة وضامنة ايه اللي انت حطاه في الاكل بالجميل ده. وكل الكمية دي من حبتين بس من البطاطس. تعالوا نشوف القرمشة. سامعين الصوت والقرمشة واللون بجد روعة. كلهم واخدين لون رائع جدا. كلهم واخدين شكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. واحلى 100 مرة من بره بالجمال ده كله. جربيه، اولادك هيحبوه جدا جدا. تعالي نشوف المقادير الرائعة دي. الشرايح عادية خالص، وسط كده، مش رفيعة قوي ولا تخينة قوي. هنا حاطة مية سخنة، ملح، معلقة ملح كبيرة هنزل بيها. هتستوي معايا هتستوي معايا حوالي يعني هتكون مستوية كلها بس ما تكونش مهرية. يعني تستوي كلها، تكون مستوية لكن مش مهرية. مش بتاخد سوا كتير، يعني 10 دقايق ولا برجر صيامي رائع جدا. وهنا خلاص بعد ما سلقنا البطاطس خدت معانا من 7 ل10 دقايق، مش اكتر من كده. هي هنا انا ما خدتش معايا اكتر من 10 دقايق. هنا معايا تعالي نعمل احلى برجر نعمله. بجد هيطلع طعمه رائع جدا. هنا معايا 4 معالق دقيق كبار. انا عامله على حبايتين بطاطس. ما كنت اللي هيخلي طعم البطاطس دي كمان احلى واحلى. لو عندك كيس البرجر بتاع كنور بيطلع طعمه رائع جدا. بيطلع لو حطيتي منه معلقه بيطلع طعمه كأني برجر زي بره بالظبط. هنا انا لو ما عنديش هعمل ايه؟ هحط مكعب مرقه، افركيه كده خالص، وملح وبصل بودر وتوم بودر وبودر. هنا يلا كده نقلبهم مع بعض، وملح وفلفل مش اكتر. مية. هنا هعمل العجينة عبارة زي كده زي الطحينة. كأن العجينة، شايفين سمك العجينة عامل ازاي؟ ولا تقيل ولا خفيف، يعني زي ما قلنا زي الطحينة. هنا تعالي بقى ننزل. هنا معايا البقسماط الكنتاكي الخشن. وهنا بس فرمة بسيطة كده في الكبة يدوب. لو انت حابة، لو انت ما حباش تضربيه، اضربيه افضل من ما تخليه خشن قوي. خليه خشن بس يعني متوسط. هنا حطيت عليه معلقة نشا. حطيت لو عندك زي ما قلنا البهارات بتاعة البرجر بتاعة بره حطيها. لو ما عندكيش حطي التوابل اللي احنا حطيناها هنا في العجينة نفسها، حطيها في كده. تمام. تعالي كده نبدأ. اول حاجة هنا معايا البطاطس، هنزل كده علشان تدينا. هنا صفيها من كل الزايدة وهنزل عليها كده. ما دي سهلة. ليه حطيت كيف الكيس افضل بكتير ما انت تحطيها في طبق وتلاقيها خرجت معاكي بره. وكده افضل ان انت ممكن تحطيها كده وتضغطي بالكيس كده ما يتهدرش، ما يلتزقش معاكي في ايدك. افضل بكتير. هنا هعمل ايه؟ انا هنا هنزلها طبقتين علشان تبقى الطبقة مقرمشة اكتر وواخدة سمك حلو جدا كده وتبقى مقرمشة اكتر. انت عايزة تحطيها مرة واحدة حطيها، بس يفضل تحطيها طبقتين بتبقى ماسكة كفر اكتر اعلى وبتبقى مقرمشة اكتر. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال ننزلها في الخلطة واصفي كل الخلطة الزايدة. هنزلها في خلطة الكنتاكي واضغط عشان تتماسك معايا التتبيلة. في احلى من كده؟ جربوها بجد طعمها رائع جدا، يعني بجد خيالية.
يعني اولادك مش هيتخيلوها ان هي دي بطاطس بس، مش فراخ او لحمة. يعني برجر مع عيش الكايزر بيطلع طعمه تحفة جدا. شايفين الجمال؟ زي البرجر الجاهز او البناء الجاهز. هنا عملنا كل الكمية دي بحبايتين بس من البطاطس. شايفين قد ايه الكمية؟ يعني بالجمال والحلاوة دي بحبايتين من البطاطس. تعالي كده نقليها ونشوف في القرمشة والجمال حطيت البرجر الجميل ده في زيت غزير، يكون درجة الحرارة متوسطة مش عالية، ونسيبه كده يتقرمش كده ويطلع معانا جميل جدا. احنا شايفين الكمية كلها وما اتحرقش معانا الزيت ولا فك معانا. عملنا كل ده. شايفين الجمال؟ وهنا خلاص خلصنا القلي بتاعنا الجميل ده بحاجات بسيطة. شفتوا عملنا وليمة وعزومة كبيرة من حبتين من البطاطس بالجمال ده كله. عملناه برجر، اعملي برجر لأولادك أفضل 100 مرة من بره. عملناه بكريسبي كده. في برجر حطيه كده في العيش الكايزر، سامعين الصوت والقرمشة بتاعته؟ بجد رائع جدا، جربوه مش هتندموا ابدا على التجربة الرائعة جدا. وطعمه حلو جدا. وكمان قلنا طعمه هيبقى احلى واحلى لو جبنا كيس من ماجي او كنور بتاع التوابل بتاعة البرجر، بتبقى طعمها رائع جدا. وقلنا نحط معلقة من في الخلطة في العجينة بتاعة اللي عملناها زي الطحينة الخفيفة كده. وكمان في البقسماط. وقلنا كمان الخلطة الكنتاكي الرائعة دي لازم حطي لها معلقة نشا، تدي اللون الأصفر الرائع جدا والقرمشة الأكتر. وهنا كمان لسه ما قلناش الباقي ده، يعني كده كفاية، استكفيت باللي قليته ولسه في كمان باقي. اعملي لأولادك حاجة، دخلنا لحوم ولا أي حاجة، ده كله بصيامي ورائع جدا. وطعمه بيطلع طعمه رائع جدا ومقرمش كده وجميل. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. بتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. حاجات بسيطة، قناتنا دايما كلها أكلات بسيطة على قد الإيد وطعمه أحلى وأحلى. شكرا لكم.